كولر يا جماعه ما سابش حاجه غير لما عملها في مباراه الترجي، ولعب على كل تفصيله في المباراه دي. لعب بتنظيم دفاع على اعلى مستوى، وده اللي كنت بتكلم عليه. وانا برضو كنت قلت قبل كده اللعب على الضربات الثابته مهم جدا، والهدف احرزه رامي ربيعه من ضربه ثابته، والحمد لله استغلنا الضربات الثابته وسجلنا هدف بدري جدا وادانا الافضليه. عاوز اقول لك ان الترجي لو لعب مباراه فوق المباراه دي ما كانش هيسجل برضه. واحد هيقول لي كنا ممكن نكسب كتير ولو اشتغلنا ضغط عالي وضغطنا على الترجي جامد بعد الهدف الاولاني. انت صح، بس هل الضغط ده مش ممكن يسحب فرقتك لقدام والكل يندفع، وساعتها هتتسبب في مساحات؟ وده اللي كان عاوزه الترجي والمدير الفني بتاعه. بس الحاجة الوحيدة اللي اتأخر فيها كولر هي تغييرة محمد مجدي قفشة. بس خلينا واقعيين، هو كمان حابب يضمن المباراة ويحافظ على الهدف. يا جماعة كرة القدم بقت علم مش لعبة وخلاص، وبنلعب بتكتيك معين وفكر معين وخطة لعب، وده كله بيتشرح للعيبة وبيتذاكر وبيعملوا بروفات على الكلام ده. فلازم وانت قاعد تتفرج تكون فاهم كويس قوي ان اللعيبة دي بتتحرك وبتنفذ اوامر مدير فني واقف على الخط وهو اللي بيوجههم. انا مش بتكلم عن النادي الاهلي بس، انا بتكلم عن كل الانديه الناجحه واللي دايما بتفكر تكسب بطولات وعينها بتكون على البطولات. يعني مثلا في المباراه دي لو ركزت مع حسين الشحات هتلاقيه ساب مكانه وبيلعب بتحرر وبيبدل مركزه هو وامام عاشور. وهتلاقي كمان لما اكرم توفيق بيضغط من قدام بتلاقي مروان عطيه مغطي ظهره. يعني تكتيك، ده كله تكتيك مدير فني. وشفنا محمد عبد المنعم بيغطي تغطيه عكسيه في ظهر رامي ربيعه ومحمد هاني، وشفنا بيرسي تاو مهتم بالناحيه الدفاعيه اكتر، رغم ان هاني ما كانش بيتقدم كتير ولكن الراجل كان بيرجع ورا ويسند معاه. وده يقول لك انك بتتفرج على حاجه معينه متحفظه بشكل كويس للعيبه، وعلشان كده قدروا ينفذوا الكلام ده ويفوزوا رغم ان المباراه كانت صعبه جدا. فالمدرب بيشوف انهي لاعب هيقدر يأدي وظيفته زي ما اتقال له وبيختاروا يلعب في مركزه. وكلنا فاكرين حسام غالي لما كان دايما بيحب فريقه يهاجم، وكوبر استبعده وقتها من المنتخب بسبب انه بيغير طريقة اللعب على مزاجه في الملعب. استبعده طبعا علشان هو المدير الفني وعاوز كل اللاعيبه تشتغل على الخطه وطريقه اللعب اللي هو عاوزها. وكانت طريقه لعب هيكتور كوبر مع المنتخب كانت دفاعيه قوي. وبصراحه الراجل كان منطقي، يعني كان منطقي الى حد ما، لان دي القماشه اللي معاه، فكان بيهتم بالتنظيم الدفاعي قوي وبيلعب على المرتدات. وكان وقتها عبد الله السعيد كان مميز جدا في التحويل من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه مع سرعات محمد صلاح. فاخدك معايا ونروح في اللي عمله جمهور الاهلي مع محمد رمضان اللي بيدعي انه نمبر 1. خليكم معايا، الجمهور اللي في المدرجات ده بيدينا درس، ولكل الناس اللي يقدروا يتكلموا وساكتين عن كلمة الحق. قالوا له غني انت يا محمد رمضان وانت اصلا بالنسبة لنا مش موجود، وجودك زي عدم وجودك. الجمهور ادى ظهره لمحمد رمضان وهو نازل الملعب يغني وبيتنطط في الملعب ولا كأنه موجود. بصراحة يعني بحييهم ولازم اسقف لهم على الموقف الجميل ده. انا اتفرجت على الاربع مباريات يا جماعه في البطولتين، نهائي الكونفدراليه ما بين الزمالك ونهضه بركان، ودوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والزمالك. وشفت جمهور الاربع فرق عملوا ايه في المدرجات. حاجه في منتهى الجمال. شجع كرة وافرح براحتك وشجع فرقتك وافرح برضو معاها، لكن ما تنساش اخواتك. وطبعا انتوا عارفين انا بتكلم على مين، لان دي رساله وواجبه على كل واحد فينا، ودي اقل حاجه ممكن نقدمها لهم، ان احنا ندعمهم بالتجمع بتاعنا والترابط بتاعنا. ولو بنشجع فريق برضو لازم نكون متواجدين ومتعاطفين ونكون حريصين جدا على ان احنا ننبه الناس دي ان هم يتحركوا علشان اخواتنا. وان شاء الله ربنا ينصرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحهم.